بسم الله توكلت على الله. معاكم نشوى من مطبخي ان شاء الله. باذن الله النهارده هنعمل طبق الدمار الشامل. ايه هو يا نشوى طبق الدمار الشامل؟ هو طبق الفته المصري المعتبر على اصوله. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. كل اللي عامل دايت يبعد 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 النهارده. ان شاء الله باذن الله هناكل الفته كده ونعمل احلى دماغ بجد بالفته المصري دي اللي لا يعلى عليها. بص منظر الطبق عامل ازاي، يجنن يجنن يجنن. مقاديرها بسيطة جدا جدا، سهلة قوي قوي، ما فيهاش اي حاجة صعبة. المقادير بسيطة: عيش، رز، الصوص اللي هو الصلصة واللحمة. بس ما فيش اي مقادير صعبة خالص. بصوا طبق الفتة عامل ازاي، يجنن. نروح للمقادير بسرعة. انا عندي هنا حتة لحمة من الكتف، تمام. الحتة دي حلوة جدا، ما بتبقاش دسمة. هبدأ ان انا اسلقها عادي جدا. انا عايزة سلق اللحمة هنا عادي، مش هديها صدمة خالص. عندي مية مغلية وهنزل على المية المغلية باللحمة، تمام. وهبدأ اديها سلقة محترمة كده. طريقتها سهلة قوي، مفيش اي حاجة صعبة فيها. اول ما تبدأ تغلي ابدأ ان انا اشيل الريم اللي على الوش ده، لازم يتشال، لازم لازم يتشال. ما شاء الله، بصوا الشكل عامل ازاي، تحفة حلوة قوي. هبدأ انزل ببصلاية، تمام. وهسيبها بقى تغلي بقى مع نفسها كده وتستوي مع نفسها وتاخد بقى الطعم والجمال. معلقة فلفل أسمر فقط لا غير، معلقة فلفل أسمر فقط لا غير. مش هنحط غير فلفل أسمر في سلق اللحمة، مش هنحط غير فلفل أسمر. المعلقة اللي أنا حطيتها التانية دي معلقة سكر صغيرة، تمام. بصوا ما شاء الله، حلوة الريحة طبعا قلب الدنيا. هبدأ ان انا اغطي عليها وابدأ ان انا اعمل الصوص بتاع الفتة، تمام. معلقة توم مهروسة كبيرة. هبدأ ان انا معلقة سمنة بلدي ومعلقة توم ونص كوباية خل هحطها كده، هطشها على التوم. بصوا بتقلب ريحة الدنيا خالص. يبقى معلقة توم مهروس كبيرة، وبعدين عليها نص معلقة خل ومعلقة سمنة كبيرة بلدي. هنزل عليها بصوص الطماطم، عندي طبعا بتبقى عندي متسبكة في الفريزر. وبعد كده هنزل بيها، واهم خطوة من سلق اللحمة اللي انا عايزاها، عشان كده انا سلقت، هاخد كوباية شوربة هحطها على الصوص بتاع الطماطم عندي. وبعد كده هنزل بمعلقة سكر ومعلقة صلصة كبيرة، تمام. وتملحي بقى زي ما انت عايزة، وفلفل اسمر. مش هنحط اكتر من كده. هنقلب كويس كويس، كل المكونات تمتزج مع بعض، وبعد كده اسيبها تتسبك مع نفسها. عندي بقى هنا عيش بايت، تمام. عيش البايت هنستغله في الفتة. عندي هنا 3 ارغفة. هبدأ ان انا اقطعهم التقطيع اللي انت عايزاهم، بس قطعيهم مكعبات كده صغيرة، عشان هنبدأ نزين برضو بيها الطبق من فوق، تمام. هبدأ ان انا اقطعهم كل العيش بايت عندك، فاستغلي العيش البايت، عيش بايت، عيش صابح اللي انت عايزاه. هبدأ ان انا اقطعه مكعبات عندي بالمنظر ده، مكعبات صغيرة. وهبدأ ان انا اقليه في الزيت. في ناس تانية بتحطه في صاج على الفرن وتحط فيه معلقة سمنة بلدي، بس دي بتاخد وقت كتير. فانا عايزة انجز انجز بسرعة، فانا هقليه في الزيت، تمام. عندي البوتاجاز شغال عندي على درجة حرارة عالية، درجة حرارة 200. وبعد كده هسيب الزيت لغاية ما يسخن، وهنزل بالعيش على الزيت، تمام. ما شاء الله. المقادير سهلة، مفيهاش أي حاجة صعبة خالص. سِبت الزيت لغاية ما يسخن، وبعد كده نزلت بالعيش على الزيت. مش بيشرب والله تمامًا يا جماعة زيت. هتقولي لي لأ ده مليان زيت، خالص، خالص مش هيبقى مليان زيت. بُصّوا حتى لو مليان زيت، هي كلها الأكلة already دسمة. فما فيش فرق خالص ان هو يبقى مليان زيت او ان انا احمصه في الفرن. بس الطريقه دي انا بحبها اكتر اكتر، بتفضل مقرمشه معايا طول الوقت، تمام. في الفته ما شاء الله. بصوا العيش هيتاكل كده كسناكس كده لوحده، حلو قوي. هبدا ان انا احمصه، يعني اقليه لغايه ما يتحمص كويس جدا وياخد لون. وبعد كده هبدا ان انا اشيله واحط الكميه التانية. ما شاء الله. الطريقة سهلة، ما فيهاش أي حاجة صعبة. طبق الفتة المصري على أصوله يا جماعة، ما فيش أي خزعبلات فيه، ما فيش أي توابل زيادة. هو الفلفل الأسمر فقط لا غير، ولا حطينا بابريكا ولا حطينا كاري ولا حطينا دبس رمان زي ما الناس بتعمل خالص يا جماعة، خالص. هي دي طريقة الفتة الأصلية 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 بجد. يعني ما فيش حد هيختلف عليها يعني. ما زودتلكيش فيها أي حاجة عشان هتغير الطعم فيها، والله هي دي الطريقة الأصلية، تمام. ما شاء الله. بصوا العيش عامل ازاي، حلو قوي قوي. اول ما يتحمص بقى، او اول ما يتحمر معايا، اشيله اصفيه كويس جدا في المصفى بتاعتي، على ورق على ورق مطبخ، مناديل، تمام. عشان مش هنقول ان هي
ده شرب زيت كتيرة، لا لا خالص، مفيش الكلام ده خالص. هي دي الطريقة الأصلية. كان طبعا البوتاجاز بتاعي اتبهدل اتبهدل، بصوا الزيت عامل ازاي على البوتاجاز. فبدأت ان انا انضف بقدر الامكان، يعني على قد ما اقدر، وبس على كده. بصوا ما شاء الله، حلو قوي قوي. يعني انا كنت عمالة اكل في العيش كسناكس كده، اكل في العيش على ما استوى. يعني انا كنت اكلت نصه يعني. حلوة طريقة العيش دي جدا جدا جدا. لو عايزة ان انتي تاكلي بيها اي حاجة، ممكن تقلي العيش وتغمسي بيه اي غموس عادي، بتبقى حلوة قوي. بس تكبريها تخليها كده العيش اربع تربع كده مثلثات، بتبقى لذيذة قوي قوي. ما شاء الله. بصوا في ناس هنا في التحميصة دي بيحمصوه بتوم، تمام، بس انا اكتفيت بالزيت بس، لان انا حاطة توم في الصلصة. فانا ما حبيتش ان انا احط توم في الزيت، لان انا عايزه استفاد من الزيت ده في حاجات تانية كتير. يعني ما مش ههدر فيه، يعني مش ههدر فيه لان الزيت غالي طبعا. و يعني وانا مش بجيب يعني الزيت اللي هو العادي ده، يعني بجيب الزيت اللي هو الكويس، تمام. الزيت اللي هو الذرة، او الزيت اللي هو عباد الشمس، بس يكون نوعه كويس. خلاص خلصنا العيش، هنبدأ نجيب بقى الرز بتاعنا العسل كده، معلقة سمنة بلدي حلوة، تمام. الرز المصري بتاع الفتة معلقة سمنة بلدي، بس بدأت ان انا انضف الاول. معلقة سمنة بلدي على شوية زيت، وبعد كده هجيب الرز بتاعي، وهبدأ ان انا بقى ايه، الرز المفلفل العسل بتاعنا ده مش رز الطواجن اللي انا بعمله، ده رز الفتة. رز الفتة مغسول الرز ومصفياه كويس. بعد كده هنزل بالرز بقى، وابدا ان انا اقلبه كويس لغايه ما نسمع صوت البكبكه، صوت الطرقعه كده بتاعه، زي ما كانك بتعملي فشار وبتسمعي صوت الطرقعه كده بتاعه الفشار. احنا عايزين نوصل للمرحله دي في الرز عشان يديكي رز مفلفل معتبر. يعني هو ده الرز المفلفل، لازم تقعدي تقلبيه كتير 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 على البوتاجاز عشان يطلع معاكي الرز برزتها. يعني بصراحة والله امشي على المقادير دي للرز بتاع الطواجن او رز الفتة، هتطلع معاكي رزايه الرزه برزتها كده، يعني مفلفل جدا. تمام. بصوا بدات ان انا اقلب طبعا، والبوتاجاز عالي عندي. بدات ان انا اقلب، هنزل بمعلقه فلفل اسمر واقلب تاني، تمام. يعني التوابل بتاعه الفته عندي فلفل اسمر فقط لا غير، فقط لا غير. ما تحطوش اي توابل تانية هتغير لك طعم الفته تماما. هي دي الفته المصري يا جماعه، ما تحطوش اي توابل، هي الفلفل الاسمر فقط لا غير، تمام. ولا سبع بهارات ولا اي حاجه من دي. بدأت ان انا اقلب لغاية ما الرز اسمع صوت الطرقعة بتاعته، وبعد كده هبدأ ان انا اسقيه بالمية والشوربة. هي دي الشوربة، عشان كده انا سلقت اللحمة بتاعتي، ما اديتهاش صدمة، سلقتها سلق عادي جدا. حطيت كوباية شوربة على كوبايتين مية. الرز على حسب ما انتي استخدمتي، انا استخدمت كيلو رز هنا، فاستخدمت كوباية شوربة وكوبايتين مية. وبدأت ان انا املح الرز بتاعي وهسيبه ان هو يستوي براحته جدا جدا على نار هادية. اول حاجة خليته على نار عالية، وبعد كده اوطي درجة النار جدا عشان يستوي براحته، ما يتحرقش معايا. استفاد باخر رز حتى في القاع، استفاد بالرز، مرميش رز، لان الرز غالي. ما نهدرش بحاجه يا جماعه، نستفاد بكل حاجه. ما تهدريش بحاجه، لازم يعني كل حاجه توفري فيها، كل حاجه تستخدميها صح عشان ما ترميش حاجه معاكي. خلاص اللحمه بتاعتي اتسلقت ما شاء الله. لحمه الفته انا مقطعاها مكعبات صغيره عشان تبقى شكلها لذيذ كده، تمام. هبدا ان انا الزيت اللي انا قليت فيه العيش هقلي فيه، هحمر فيه اللحمه، تمام. هبدأ ان انا اشيل اللحمة من هنا واحطها في الزيت، وبعد كده ابدأ ان انا احمرها كويس جدا. وبس على كده. عندي صينية بايركس اللي انت عايزاه، بس انا استخدمتها بايركس ليه؟ عشان بس تديني البرزنتيشن في الاخر، تشوفوا الشكل بتاعها في الاخر، تمام. انا مش بحط شوربه في العيش، بحط الصلصه فقط لا غير، تمام. هي اوريدي الصلصه محطوط فيها شوربه، فانا مش بحط شوربه في العيش. هحط الصلصه وبعد كده انزل بالرز. بصي ما شاء الله الرز مفلفل ازاي، والله يا جماعه والله الرزايه يعني انا لو مسكتها لك هتنزل كده، يعني ما شاء الله الرزه برزتها كده، يعني زي ما بيقولوا. بدأت ان انا انزل بالعيش وصلصة من الصينية من تحت، وبعد كده حطيت عليها رز، وبعد كده هحط عيش تاني في الاحرف كده، وبعد كده برضو من النص كمان. وابدأ ان انا انزل بالصلصة بتاعتي. الصلصة بقى يا حدا يا بصوا بصوا، بجد بجد احسن اكل عندي في الدنيا الفتة المصري، بجد والله يا جماعة.
ولا مع احترامي طبعا للفتة السوري، بس الفتة المصري لا يعلى عليها، لا يعلى عليها. والفتة السوري طبعا يعني احترامنا للسوريين طبعا على راسنا من فوق، بس الفتة المصري بس لو جربوها هم هيلغوا الفتة السوري بتاعتهم خالص. دي طعم ودي طعم تاني خالص يعني، ومكونات تانية خالص. ما شاء الله بدأت ان انا خلاص نزلت بالعيش، باقي العيش، بعد كده نزلت بالصلصة عليه، وبعد كده طبقة بقى رز تاني. تمام، دي اخر طبقة رز هحطها، يبقى عيش، رز، عيش، رز، والصوص طبعا اللي هو بتاع الصلصة. وبعد كده هنزل بالرز اخر حاجة، وهبدأ ان انا ازين بقى الطبق بتاعي. بقى زيني الطبق بتاعك زي ما انت عايزة، زي ما انت عايزة طلعي الطبق بتاعك زي ما انت عايزة. ما شاء الله حلو جدا الرز، يعني حكاية، حكاية. الطبق ده تقعدي على لوحدك كده وتاكليه لوحدك. تمام، وانسي الدايت، انسوا الدايت يوم الفتة يا جماعة. يوم الفتة لازم كلنا ننسى الدايت وناكل منها، يعني حتى لو هتاكلوا معلقة مش هتعمل اي حاجة خالص. الكالوريز فيها عالية جدا، بس صدقوني بجد، آم، هتنسوا الدايت، هتنسوا السعرات الحرارية خالص، هتاكلوها للي عامل دايت بجد. بس خدوا كل حاجة، يا جماعة الدايت مش حرمان خالص. الدايت ان احنا ناكل كل حاجة بكميات، كل حاجة تاكليها، كل ما تحرميش نفسك من حاجة خالص. بدأت اجيب اللحمة بتاعتي العسل دي وارصها، وهنزل عليها بالصوص، صوص الطماطم. بصوا المنظر لوحده يتحدث بجد. منظر الطبق لوحده بيتكلم لوحده. ما شاء الله، بألف هنا وصحة يا رب. الطريقة تعجبكم، طريقة الفتة الأصلية يا جماعة ما فيهاش أي حاجة، آه أي حاجة صعبة، ما فيهاش أي افتكاسة. هي دي الطريقة الصح، اعملوها على الطريقة دي بجد بجد. ما تزودوش أي توابل، ما تزودوش أي افتكاسات كده. وإن شاء الله بإذن الله يا رب يكون الفيديو عجبكم، بسيط مبسط كده على قلبكم. وانتظروني في فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة، وباي باي.